دي حلوه قوي. لو سمحت فين؟ قعد خطيبتك الجميله دي على الكرسي ده وانت تعرف حقيقتها. ايه ده، انت عبيطه ولا مجنونه ولا مالك في ايه؟ استني إيه ده؟ بس، وانت اصلا عرفت منين ان هي خطيبتي؟ انا عارفه عن خطيبتك دي كل حاجه وعارفه كل بلاويها وماضيها القذر كمان. خليها تقعد هنا على الكرسي. انت طلعتي لي منين؟ وبعدين انت اي حد معدي كده تقولوا له اقعد على الكرسي عشان اشوف لك حياتك ومش عارف ايه؟ هو ده مصدر رزقك برضو؟ طلعت لك من تحت الارض يا حبيبه قلبي. وبعدين انا هنا مخصوص عشان خاطر عادل الغلبان ده يعرف فعلا حقيقتك ويعرف انت على ايه. ولو انت عكس كده وان انا واحده كدابه ونصابه عشان اخد فلوس، اقعدي على الكرسي واثبتي لنا العكس. عادل انا خفت من الست دي، هي في بتتكلم لي كده؟ مين دي؟ ما تقولي لنفسك ايه اللي هي اسمع بتقوله ده؟ كلامي واعمل اللي بقول لك عليه. خليها تقعد هنا لو جدعه وانت تشوف كل حاجه بعينك. وانا يثبت لي منين بقى ان هي لو قعدت على الكرسي فعلا هتطلع بتخني؟ مش يمكن انت اللي تكوني بتوقعي بينا؟ بيني وبينك الكرسي. خليها تقعد على الكرسي، والكرسي اللي هيقول اذا كنت انا كدابه ابقى اقلع مداسك واديني بيه، واذا كانت هي كدابه يبقى ساعتها اللي هيعمله ربنا هو اللي هيكون. يا هدى انا شايف ان هي ما بتتكلمش في حاجه غلط، وبعدين انا بصراحه قلبي اتوغوش كده. عايزه فعلا تخليني ابقى متاكد ان انت مش بتخونيني وان الست دي كلامها غلط. جرى ايه يا عادل؟ هو اي حد يقول لك كلمتين تصدقه؟ وبعدين هي احنا نعرفها منين دي؟ احنا لسه شايفينها. طب ما تقعدي على الكرسي واحنا نعرف كل حاجه. يعني انت مش واثق فيا يا عادل؟ الموضوع مش موضوع ثقه بقى، هي شكلها بتاعت اعمال كده وبصراحه ما الناس دي انا بخاف منهم. لا ما يلا نمشي يا عادل. لا، ما احنا مش هنمشي غير لما تقعدي على الكرسي. جربي بس كده واقعدي على الكرسي. انا ايه اللي قعدني على كرسي زي ده؟ لا لو انت بنت كويسه وماشيه دغري وما بتعمليش الغلط ما تخافيش من الكرسي ده. لا طبعا انا مش هعمل كده، وعلى فكره انت كدابه وعادل بيحبني. لو انت فعلا عايزه تثبتي ان انت فعلا بتحبيه من قلبك اقعدي على الكرسي واثبتي له واثبتي لنا احنا كلنا ان انت فعلا صح وانا اللي غلط. لو قلبك جايبك وقادره وبتبوكي بصحيح اعملي اللي بقول لك عليه واقعدي على الكرسي. يلا اقعدي. خايفه من ايه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. لا بقول لك يا عادل، لا 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 لا، انت ما عندكش ثقه فيا وكمان مش واثق في حبي ليك. لا يبقى انت بتخونيني يا هدى. لا انت اللي مشكوك في امرك يعني. مشكوك في امر مين؟ واي حد بيصدقه ومش هينفع نكمل مع بعض. انت ازاي اصلا بتقول لخطيبك كلمه زي دي؟ ايوه وانا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ هي لو طلبت مني اقعد وبتقول لك الكلام ده انا كنت هقعد عشان انا مش مخبي عنك حاجه. لا لكن انت شكلك بتخونيني فعلا وتعرفي حد تاني عليا. ازاي بتقول كده وازاي مصدقها اصلا؟ انا بقول لك ان مفيش الكلام ده والست دي بتضحك عليك. لو هي بتضحك عليا اثبتي لي دلوقتي واقعدي على الكرسي ده. وانا مش عايزه اقعد، مش عايزه افول على نفسي بحاجه زي كده، مش عايزه اقعد. من الاخر يا هدى لو ما قعدتش على الكرسي ده انت من طريق وانا من طريق. انت اتجرأت يا عادل انك تقول لي كده؟ والكرسي اهو اقعدي عليه لو سمحت. يلا يلا اقعدي، عايز اعرف ايه اللي بيحصل. مش هقعد يا عادل على الكرسي، مش هقعد عليه. مش هتقعدي؟ لا بس كده يبقى انت عندك حق يا ست الكل في كل كلمه انت قلتيها. هي ضحكت عليك بكلامها وانت صدقتها. لا انت اللي ضحكت عليا، انت اللي واحده كدابه. انت لو شارياه هتعملي ايه بس كده؟ تعالي اقعدي. انت حتى مش قادره ولا متجرأه تبصي في عيوني لا. وتقولي عليا كدابه. بصي في عيني وقولي لي ان انا كدابه كده. عارفه ان انت كدابه. اقعدي يا هدى. مش هقعد. مش هتقعدي؟ انا مش هقعد يا عادل على الكرسي ده، مش هقعد عليه. لا مش هقعد. البت دي ما تنفعكش، سيبها تروح لحال سبيلها. طب ممكن بقى نعرف قدامها دلوقتي هي بتعمل ايه من ورايا؟ دي واحده خاينه بتلعب على الحبال، تعشمك وتعشم غيرك وغيرك وغيرك وفي غيرك. انت ازاي بتقولي عليا كده وانت ازاي ساكت لها اصلا؟ فتش موبايلها وشوف حياتها هتلاقي كده. رسايل وفلوس وهدايا. الموبايل معاك والله. كنا بنتصور دلوقتي وبعدين مش هتلاقي عليه حاجه على فكره. اكيد مسحه الشات. اوعى كده بصدق بقى التخاريف دي، واذا كان على بيني وبينك فهو انتهى يا عادل. انتهى بسببك انت، عشان انت واحده اصلا مش مصدقه نفسك. عارفه انت لو واثقه من نفسك دلوقتي كنت قعدت على الكرسي ده. كرسي ايه وعبط ايه وتخاريف ايه وهبل ايه اللي انت عايز نعمله؟ بدل ما هو هبل. مش عايزه تقعدي ليه؟ لا ما اقعدش، انا ما اقعدش على. خلي بالك لو هتفضلي بتكذبي كده انا ممكن اسخطك وانت واقفه مكانك. مش بقول لك كلمه تانية هسخطك. الدبله هتتقلع يا هدى. وانت ازاي انت هتصدقها بجد؟ صدقتها. عارفه ليه؟
لان اللي بيني وبينك ده دلوقتي، وانت ما انتش عايزه تقعدي على ان انا الكرسي ما اقعدش على الكرسي تسيبني؟ عشان خاطر انت وراكي بقى كدبه كبيره قوي وانا لسه عارفها دلوقتي. قولي لي، طب صرحيني، طيب ممكن اعديها لك. قولي لي انت بتخونيني، قولي لي انت عرفت حد عليا. انا ما بخونكش ما بكلمش حد عليك، وما تسمعش الكلام ده، ما تخربش اللي بيني خلاص وبينك. اقعدي على الكرسي بقى، اقعدي على الكرسي وما تعصبنيش، اقعدي. انا مش عايزه اقعد عليه، انا مش عايزه اقعد على الكرسي ده. خلاص امشي، وادي دبلتك اهي، أمشي؟ خديها يلا، مع السلامه. يلا امشي. يا نهارك ازرق، انت قلعت الدبله؟ ايوه قلعتها. انت قلعتها ورميتها في وشي. طيب يا عادل ماشي، كويس بقى ان الموقف ده حصل عشان اعرف انك ازاي راجل ودني واي كلمتين ممكن تصدقهم وعي كده. وكويس برضه ان انا ولعبتي عرفت في حقيقتك، دماغه. وكويس ان انا عرفت وخربتي اللي بيني وبينه وارتحتي. يا بنتي انا جايه رزقها رايقة. بقى بالقرشين اللي هي رايقة عايزاهم. الخير يا حبيبتي. الكرسي ده لو انت صادقه هتقومي من عليه تجري رهواه، لكن لو انت فعلا واحده خاينه وبمتوش ومتلون مش هتقومي من عليه وهتبقي اوعي. مكسحه طول عمرك. اوعي ايدك دي كده من عليا، ما تمسكنيش. عرفت ان هي خاينه وبتلعب على الحبال. برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليا الفتره دي كلها. انا ايه ربنا مش لاقيه كلام تقوليه؟ انا ما ضحكتش عليك يا عادل، انا انت ايه بالظبط؟ عادي يعني، عندي صحاب وبكلمهم، ما اعرفش ان الموضوع ده ممكن يضايقك، وقلت لما نتجوز يعني اكيد ان انا هغير الخط ومش يعني كلامها هتكلم طلع مع حد. صح؟ ايوه بس مش بخونك زي ما هي بتقول، لا. تسترزق. عارفه انا اهلي ربوني ربنا يخرب بيتك يا شيخه، بالله اكل العيش مر. ربنا انا لو يخرب بسمع بيتك. الكلام ده انا كنت همد ايدي فعلا عليكي، بس انا مش عايز اعمل كده لان اهلي ربوني ان انا ما امدش ايدي على واحده، وانت مش مراتي لسه عشان اضربك وامد ايدي عليكي. عادل انت قلعت الدبله ورميتها في وشي. سيبها ما تلزمنيش اصلا. انا لسه واقفه بكلمك برضو. يلا خدوا بعضك وامشي. سيبها يلا يا مع ابني السلامة. الحال سابلها، سيبها. ماشي يا عادل انا ماشيه، وروحي لهم بقى وعشان صحابك. تبقى عارف بقى بجد كل اللي بيني وبينك انتهى. روحي لهم صحابك منك لله. ما تزعلش مني، بس انا وانتوا جايين عليا كده حسيت واستكشفت وعرفت ان البت دي مش سالكه ومش مظبوطه، وانا مش عايزه منك اي حاجه زي ما هي ما بتقول. الله ييسر لك طريقك يا ابني. هو انت يا ست الكل بجد يعني متاكده من حاجه زي كده؟ لو انا مش متاكده ولو هي فعلا صادقه وهي ماشيه معاك بما يرضي الله ما كانتش خافت من الكرسي. ما هو ده اللي خلاني اصدق بصراحه. الكرسي ده كرسي سحري، ما بيكشفش بس غير الكذاب والخاين. اللي يقعد عليه ويكون كذاب وخاين ما بيقومش من عليه ويفضل متكسح طول عمره، لكن الصادق بيقوم ويجري. الله ييسر لك امرك يا انا ابني. صدقت عشان كده فعلا. هي لو كانت واثقه من نفسها ما كانتش قالت لا ورفضت ان هي تقعد. عامه انا متشكر ان انت عرفتني حقيقه خطيبتي الحمد لله، ربنا يقدرنا على فعل الخير يا بيه. مع السلامه. مش عايزه فلوس ولا حاجه؟ لا الله ييسر لك امرك، نشوف اللي بعدك يا ابني. الدنيا بقت مليانه خاينين.